انتقائية وعلاجية وتطويرية. وهذا مهم جدا لأنه ينقل الإصلاح من المستوى العام إلى قلب الممارسة الصفية، الوقاية من التعثر، معالجة الصعوبات، ثم التقييم باعتباره أداة للفهم والمواكبة وليس فقط للحكم. بعد هذه المرجعيات والرهانات نصل الآن إلى الحصيلة الجهوية، أي ما تحقق ميدانيا على مستوى جهة بني ملا بخنيفرة. الحصيلة تغطي مجالات متعددة انطلاقا من التعليم الأولي إلى الشراكة، وهذا يعكس أن الإصلاح لا يشتغل بمنطق المشروع الوحيد بل بمنطق الالتقائية بين عدة أوراش: العرض المدرسي، الدعم، الأنشطة، التكوين، الحكامة، الشراكة. نبدأ بالتعليم الأولي لأنه نقطة الانطلاق في مسار الإنصاف وجودة التعلمات. انتقل عدد الأطفال بالتعليم الأولي في جهة بني ملا بخنيفرة من 55,929 إلى حوالي 60,000 طفل وطفلة، وارتفع تمدرس أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات من 73% إلى 76%، كما ارتفع عدد الوحدات من 1896 إلى 2533، وعدد المربيات من 2808 إلى 3373، وعدد الأقسام من 2882 إلى 3799، مع ارتفاع الميزانية المخصصة للتعليم الأولي من 71.8 إلى 145 مليون درهم. هذه مؤشرات إيجابية حضرت السيدة في الستة، لأنها تعني أن الاستثمار المبكر في الطفل وتقليص الفوارق منذ البداية وتهيئة المتعلم لمسار دراسي أكثر استقرار. وإلى جانب التعليم الأولي تواصلت جهود تقريب المدرسة وتحسين شروط الاستقبال، حيث ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 886 إلى 916 مؤسسة، كما تحسنت نسبة التغطية، وانخفض الاكتظاظ في الابتدائي من 2.1% إلى 0.17، وفي الإعدادي من 7.1% إلى 2.42، وفي التأهيل من 4.5 إلى 2.4. هذه المعطيات تعكس مجهودا مهما في تحسين شروط التعليم، لأن الجودة لا تنفصل عن فضاء مدرسي قريب منظم وآمن. وفي قلب ورش الجودة تبرز مؤسسات الريادة باعتبارها رافعة لتجديد الممارسة البيداغوجية، حيث شمل مشروع المؤسسات الرائدة للتعليم الابتدائي 252 مؤسسة على مستوى الجهة، تضم 111,985 تلميذا وتلميذة و4,484 مدرسا، كما تم تجهيز 4,711 حجرة بالمصالح وتمكين 4,691 إطارا من الحواسيب، وبلغت نسبة الإشهاد الأطر 94.71%، في حين وصلت 97.88% من المؤسسات أو حصلت 99.88% من المؤسسات على شارة الريادة للتعليم الابتدائي. أما على مستوى أقل التعلمات فقد انتقل مؤشر التحكم في التعلمات الأساس من 18.24% في الرائز القبلي لطار إلى 39.19% في الرائز البعيد، وهذا مؤشر مشجع لأنه يبين أن الاشتغال وفق المستوى المناسب الفعلي للمتعلمين يحدث أثرا ملموسا في التحكم في التعلمات الأساس، ويعضده التعليم الصريح، إذ تظهر النتائج تطورا ملموسا للمؤشر المركب للتعلمات، حيث انتقلت إزادو من 47.72% خلال المرحلة الأولى إلى 57.38% خلال المرحلة الرابعة. هذه الدينامية لم تقتصر على التعلم الابتدائي بل امتدت أيضا إلى الإعداديات الرائدة في هذا الطريق، وبالتالي فهناك مجموعة من المكتسبات. الجانب البيداغوجي سأحاول التوقف عندها، كما سأحاول التركيز على أهم رهانات التجويد ومنظومة التربية والتكوين. إذن اسمحوا لي أن أعرج عن مجموعة من الإصلاحات التي عرفها المغرب. فالهدف هنا ليس في إعادة قراءة التاريخ، ولكن فقط
للوقوف عند نقطتين أساسيتين. كما تعلمون أن الإصلاح في المغرب حاولت أن نقسمه على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي كانت قبل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اللي كان الهدف هو إرساء مدرسة وطنية. كتجي المرحلة الثانية هي ما بعد الميثاق، اللي سميتها مرحلة الإصلاح الشامل، اللي كان الهدف هو تعميم التعليم وتحسين الجودة. هذه المرحلة يمكن نعتبرها امتدت إلى 2015. بطبيعة الحال ما واكب هذه المرحلة من برنامج استعجالي وتدابير ذات الأولوية، ولكن فالمرحلة الأساسية في الإصلاح ممكن اعتبارها قد بدأت مع الرؤية الاستراتيجية من 2015 للآن. ما يهمنا في هذه القراءة ديال هذه المحطات الإصلاحية كما قلت الوقوف على مؤشرين أو واحد كمي والآخر نوعي. أما بالنسبة للكمي فهو يتعلق بتعميم التمرس. فبطبيعة الحال كلنا يعلم بأن هذه المسألة ديال التعميم كانت هي الأولوية الكبرى، حيث امتدت من الميثاق بتسريع وتيرة تعميم التمرس إلى حدود يمكن حتى نهاية 2020 باش يمكن نوصلوا لتحقيق تعميم ديال التمرس بنسبة 100%.